إذن السلام عليكم، مساء الخير، مساء المحبات. دعوني في البداية أرحب بهذه الوجوه الطيبة والوجوه السابقة والعاشقة للثقافة وللمسرح وللفعل الثقافي، دائما وفي إطار إعطاء ديناميكية فعالة وحركية للنشاطات الثقافية هنا بمدينة السعيدة، وبغية النزول إلى الساحة الثقافية بقوة وبجدارة وبتأثير إيجابي وفعال، وفي إطار كذلك الاحتفال دائما بستينية الاستقلال. تتشرف أو يتشرف المسرح الجهوي صراط بمدين أن يلقاكم اليوم في هذه الندوة التي سيؤطرها اليوم الدكتور والبروفيسور نبات بوعلام. نبات بوعلام له اسم له ما يعنيه يعني الساحة الثقافية والساحة المسرحية بالخصوص. بروفيسور تعرفه مدرجات جامعة السعيدة، له كثير قرأنا له كثير من المقالات وفي الجرائد المحكمة. صدر له كتاب مؤخرا التراث الشعبي في المسرح الجزائري. قبل أن نبدأ في هذا الموضوع، موضوع الندوة اليوم، وهو تاريخ المسرح الثوري، جذوره، ماهيته، إرهاصاته الأولى إلى آخره، يسعدني كثيرا وجود سيد مدير المسرح الجهوي سراج بومدين، ووجوده اليوم أنا أعتبره تزكية لمثل هذه النشاطات. مساء الخير سيدي الكريم، تفضل بكلمة. السلام عليكم. في إطار ذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية، ارتأى المسرح الجهوي سراج بومدين تنظيم ندوة حول المسرح الثوري، واللي من خلالها راح نتطرقوا المسرح باب الثورة التحريرية. إذا ما يكفيش إلا نشكر الأستاذ دخل بختي والأستاذ بوعلام بباقي على حضورهم، كما لا أنسى أن أشكر طلبة قسم الفنون جامعة الملك طه السعيدة، مع العلم أن هذه تدخل في إطار اتفاقية ودية بين المسرح الجهوي سراج بومدين وقسم الفنون، ومنها حضور ندوات اللي ينظمها المسرح الجهوي. وإن شاء الله من كل شهر راح تكون عندنا ندوة نتطرق من خلالها إلى ممكن المواضيع الراهنة، المواضيع التي تشغل الساحة. لا أطيل، مرحبا بكم ونتمنى لكم الاستمتاع بهذه الندوة إن شاء الله، وشكرا. شكرا سيدي الكريم على هذه الكلمة المحترمة. بروفيسور والدكتور بوعلام باكي، الموضوع يعني واسع وشاسع ويتسع لأكثر، يعني قد لا يتسع يعني وقد لا تحتوي هذه السواع من الزمن. الثورة وتاريخ الثورة عفوا المسرح الثوري كذلك موضوع كبير. من أين نبدأ أستاذ بوعلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحيي الجميع بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أشكر مؤسسة المسرح الجهوي لمدينة السعيدة، وعلى رأسها السيد الأستاذ عقيل محمد، سيد مدير هذه المؤسسة، والآنسة نادية وكل طاقم عمال هذه المؤسسة على الدعوة الكريمة لتنشيط فعاليات هذه الندوة. كما يسعدني أيضا أن أتشرف، ويسعدني أيضا أن أكون ضمن وبجانب زميلي الأستاذ بختي الأخضر الذي ينشط هذه الندوة، وأرحب بطلبتنا على حضورهم وصبرهم وجلدهم، وإن شاء الله سنكون خفيف الظل على مسامعهم إن شاء الله. وعودة حتى لا أطيل، عودة إلى ما تفضل به الأستاذ بختي حول قضية مسرح والثورة أو المسرح الثوري، هذه الإشكالية ربما التي سنحاول أن نتعرض لها في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله.
فسأحاول قدر الإمكان أن أعرج على هذه المفاهيم وهذه المصطلحات، ولعل طلبتنا عندما تلقوا بعض المحاضرات وبعض الدروس فيما يخص تاريخ المسرح ومفهوم المسرح وغيرها، فلذلك سأحاول أن أربط هذا بذاك حتى يكون هناك منفعة معرفية بيننا وبينهم إن شاء الله. وانطلاقا من مقولة أحد المسرحيين الكبار: أعطيني مسرحا أعطيك شعبا مثقفا وواعيا. انطلاقا من هذه المقولة سأحاول أن أوضح بين المفهومين: المسرح والثورة، أو مسرح الثورة والمسرح الثورة. فإذا حاولنا أن نحدد المسرح كمفهوم، كفن يسهم في تقدم ورقي الحضارة، ويسهم أيضا في توجيه أي حركة ثقافية أو اجتماعية أو سياسية نحو سلوك حضاري إنساني يكون عن طريق تجسيد أعمالا ركحية قولا وحركة. إلا أن هناك تقاطع بين كلمة مسرح والثورة، لأنهم يلتقيان في شيء واحد وهو التغيير، خاصة عندما نقول المسرح النضالي أو المسرح الثوري. ولعل الكثير من المعاجم المسرحية التي حددت هذا المفهوم بعضهم سمي بالمسرح القريطاري، وبعضهم سماه المسرح الملحمي، وبعضهم سماه المسرح الملتزم، وغيرها من هذه المسائل. ولعلنا في هذه الستينية وفي هذه الاحتفالية سنحاول أن نتعرض إلى المسرح في الجزائر إبان ثورة التحرير المظفرة. ومن خلال هذا سأتتبع مراحل الحركة المسرحية في الجزائر، ومحاولة تعريفها أو محاولة إعطاء نوع من التوعية الجماهيرية أو التوعية السياسية أو التوعية الثقافية أو التوعية الاجتماعية لبعث هذه الحركة لتغيير المجتمع الجزائري الذي كان تحت وطأة الاستعمار الفرنسي. ولعل عندما نعود إلى ما يسمى بالاستعمار الفرنسي في الجزائر أو الاستعمار الفرنسي في الجزائر، نعرف أن منذ الحملة العسكرية أو الحملة الفرنسية في الجزائر لم تكن حملة عسكرية فقط، وإنما أيضا كانت حملة ثقافية أرادت أن تطمس هوية الشعب الجزائري وتطمس ثقافة الشعب الجزائري وتفرض عليه ثقافة أخرى، وهي ثقافة الثقافة ما يسمى الثقافة الفرنسية. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على تلك العروض المسرحية التي كان يقيمها المستعمر الفرنسي سواء في الثكنات العسكرية أو في بعض المناطق أو بعض الأماكن التي أراد من خلالها أن يجعل المسرح خادما لثقافة هذا المستعمر. نوع من الثورة من طرف الشعب الجزائري أو من طرف الحركة الثقافية في الجزائر ضد هذا المستعمر. ولعل أول محاولة مسرحية كانت سنة 1835 عندما كان يسمى هناك عروض تسمى عروض خيال الظل. وعروض خيال الظل هذا نوع من العروض المسرحية يستعمل فيها خيال الظل الصيني، وكانت تعرض هذه العروض في أماكن أو في موانع من الوطن الجزائري، وقد منعت من طرف الإدارة الاستعمارية نظرا برفضها وتوعيتها بالجماهير الجزائرية ضد هذا المستعمر. إذن حتى أحاول أن أختصر قدر الإمكان ما قام به المسرح في الجزائر إبان ثورة التحرير. ولعل أنا لا أريد أن أخوض في البدايات كيف بدأ هذا المسرح في الجزائر. عندما أقول المسرح في الجزائر كيف كانت بداياته؟ هل بداياته كانت
كما حددها بعض الباحثين في العشرينيات أو كانت قبل ذلك، أم أنه يعني مسرح نشأ في ظل ظروف ما يسمى سياسية أو إيديولوجية أو ثقافية أو ظروف أخرى معينة. ومن هنا كان يعني المسرح في فترة من الفترات هو موجها، عندما قلت تقاطع في التغيير، موجها لما يسمى للحركات الثقافية التي كانت سواء إبان الثورة أو ما قبلها. ولعل عندما استدل ببعض يعني الأعمال المسرحية أو حتى عند بعض الرواد الذين ساهموا في نشأة وتطوير هذه الحركة المسرحية في الجزائر، نجدها تقريبا في قبل الحرب العالمية، يعني في غضون الحرب العالمية الأولى، وحتى فيما يسمى في القرن التاسع عشر. هنا كان هناك بعض يعني المحاولات أو أبرز الحركات الثقافية التي حاولت من خلالها أن تدعو إلى قيام حركة مسرحية. هذه الحركة المسرحية كانت تناهض وجود الاستعمار الفرنسي في الجزائر. ولعل هذا كان مع الأمير خالد، وهو أمير خالد حفيد الأمير عبد القادر، وهو وجوده في فرنسا، ومن خلالها حاول أن يلتقي بالممثل جورج الأبيض، وحاول أن يستعير منه بعض النصوص المسرحية ليقيمها كعروض مسرحية، ومن بينها مسرحية ماكبث لشكسبير التي عربها محمد عفت، أو المروءة والوفاء لخالد اليازجي. وقد أنشأ الأمير خالد جمعية مسرحية. هذه الجمعية المسرحية حاولت أن تنشط في مجموعة من المدن الجزائرية، منها الجزائر العاصمة، وأخرى في البوليدة، وأخرى في مدينة مدية. وقد قدمت هذه العروض المسرحية التي كانت تدعم آنذاك ما يسمى الحركة الثقافية في مواجهة ما يسمى الحركة الاستعمار الفرنسي، رغم التضييق ورغم القمع ورغم أشياء أخرى فرضها الاستعمار الفرنسي على كل ما يسمى حركة ثقافية أو حركة فكرية في الجزائر في هذه الفترة. وبعد ذلك يعني عندما نتكلم عن النشأة والبدايات، كل ما سمي بمسرح شعبي من خلال الرواد الأوائل اللي هما مثلا عندما نذكر على سبيل المثال رشيد القسنطيني، أو نذكر محي الدين باشطارزي، أو نذكر علالو ومدعو سلالي علي وغيرهم، كل هذه الحركات المسرحية أو هؤلاء الرواد عندما قاموا بأعمالهم المسرحية إلا وكانت يعني في مضامينها أو حتى في عروضها تدعو إلى تغيير واقع هذا المجتمع الجزائري، وأيضا النهوض به فكريا وحاضرا للمحافظة على مقوماته الحضارية وهويته العربية الإسلامية. ولا أدل على شيء مثلا عندما نتكلم عن بعض النصوص أو بعض العروض التي كانت مستنبذة أو مستنبطة من التاريخ الإسلامي، وكل ما كتبه مثلا محمد عيد الخليفة، أو كتبه محمد صالح الأنظار، أو كتبه عبد الرحمن الجيلاني، أو غيرهم. أو هناك أيضا نصوص أيضا اعتمدت على التاريخ المغربي أو المغاربي القديم. مثلا عندما نشوف مثلا عند أحمد توفيق المدني مسرحية حدنا بعد، أو مسرحية يوغندا عبد الرحمن ماضوي، أو صانعة البراميكا، وكل مضامين هذه المسرحيات أيضا كانت رافضة في مضامينها وفي مواضعها لما كان يفرضه المستعمر الفرنسي. وربما أتكلم عن أيضا النوادي الثقافية والرياضية، وربما الحركات والجمعيات الثقافية التي كانت سبب في دفع الحركة المسرحية في الجزائر، وما قامت به على سبيل المثال جمعية العلماء المسلمين سنة 1931. إذا أريد كما قلت أن أتكلم عن كل
لأن البعض عندما مثلا يدخل أبو القاسم سعد الله وهو الشيخ المؤرخين لا يقول أن المسرح نشأ مثلا في بداية القرن العشرين الجديد، وإنما كان قبل هذا التاريخ هناك نوع من الحركة الثقافية المسرحية، وهذا كان نتيجة ظروف نسموها هنا إما ظروف يعني سياسية أو ظروف يعني اجتماعية أو ظروف ثقافية فرضتها الحاجة لكي تكون هنا تبقى مسألة واحدة، هل ما كتبه هؤلاء أو هذه النصوص هل كانوا هؤلاء يعني فعلا في لهم تكوين مسرحي أو لهم يعني باع في الكتابة أو لهم أيضا اطلاع على المسرح؟ فهنا تبقى يعني دائما إشكالات في الحركة أو في بداية الحركة المسرحية الجزائرية، فهؤلاء ليسوا كانوا يعني الكتاب الدراميين أو الدراماتورجيين أو ذاك، وإنما كانوا فعلا يحاولون أن يستزرعوا إن صح التعبير ثقافة مسرحية عند الجزائريين في ذلك، رغم أنهم كانوا هواة أو كانوا يعني أدباء أو كانوا كذا أو كانوا كذا، ولكن ليس بالمختصين في الفن الدرامي، ولا رغم ذلك تركوا بصماتهم في تاريخ ما يسمى الحركة المسرحية في الجزائر. ثم عندما نتكلم عن مثلا عن قضية النص المسرحي النضالي، نص المسرح النضالي الذي ربما كان تماشى مع ثورة التحرير المظفر، ونحن نعرف يعني عندما قامت الثورة هو نتيجة فشل وعقم ما يسمى النضال السياسي الذي قامت به الأحزاب، ثم الأحزاب يعني السياسية وغيرها من الجمعيات التي كانت تناضل سياسيا من أجل أن تستقل الجزائر، وهذا ربما شيء واضح في التاريخ. فعندما قامت الثورة حاول المسرح أن يكون موجها وتوعويا للتعريف بهذه الثورة، سواء على المحافل الدولية يعني خارج الوطن أو داخل الوطن، رغم النصوص القليلة ورغم التضييق الاستعماري والقمع أو الزجر لبعض هؤلاء المهتمين في السجون وغير ذلك. ففي هذه المرحلة بالذات يعني نسميها تقريبا من 1954 إلى تقريبا استقلال الجزائر، شهد هذه الفترة ما يسمى مسرح نضالي أو مسرح يواكب الثورة الجزائرية. ولعل عندما نستدل ببعض أول يعني ربما فرقة أسسها الراحل قائد المسرح الجزائري مصطفى كاتب رحمه الله، التي كانت هناك مثلا فرقة مسرحية، ثم بعد ذلك استجابة للنداء الوطني سماها فرقة جبهة التحرير الوطني التي تتأسست سنة 1957. وهذه الفرقة حاولت يعني رئاسة مصطفى كاتب أن تقوم ببعض العروض المسرحية، منها مسرحية نحو النور، وهناك أيضا أعمال مسرحية أخرى سأذكرها لكم. إذن فهنا يعني أصبحت يعني الأعمال المسرحية أو هؤلاء المسرحيين يقدمون أعمالهم للتعريف سواء بأبطال الثورة أو بتوعية يسمى الجماهير الجزائرية لرفض هذا الوضع الاستعماري الغاشم. وبعد ذلك يعني عندما أيضا نتكلم على كاتب آخر وهو كاتب ياسين رحمه الله، أيضا الذي كما قال أحد المفكرين أو أحد الباحثين في المسرح قد ضاه في أعماله شعراء مسرح الكبار، يعني في أعماله المسرحية. مثلا كان يكتب على شاكلة راسين كاتب فرنسي، وعلى شاكلة مولير، وكتب مسرحية الجثة المطوقة التي عرضت ببروكسل وعرضت بفرنسا ما بين 1956 و 1959، وكانت مسرحية تحاول أن تبرز واقع المعاناة الجزائرية، وأيضا من خلال جان ماري سيرو وهو الذي أدى دور بطل اسمه بطل الأخضر،
وحاول أن شوف يعني ذلك الدمار وذلك يعني المعاناة التي عاشها الشعب الجزائري إزاء ما فعله أو ما بطش به هذا المستعمر في تصويره لأحداث هذه المسرحية، ولا يتسع الوقت لتلخيص كل أحداثه لأن هناك أعمال أخرى. نجد أيضا الأعمال من جانب الأعمال التي قام بها عبد الله كاتب ياسين، هناك عبد الله الركيبي الذي كتب أيضا مسرحية عنوانها مصرع الطغاة، أيضا هي مسرحية ثورية حاول أن يجد منها بطل الثورة الجزائرية في كيف يعني حاول هذا البطل أن يسجل به في السجن ويعذب وينكل به، ويعني بعد ذلك يشوف يعني آمال إلى أن تكون هناك بسيط من الأمل أن يتحرر هذا الوطن. وعندي فقط بعض الشهادات ربما إذا استسمع الأمر السيد البختي أن أقرأها حول قضية كيف استطاع هذا المسرح أن يعرف بالثورة الجزائرية في المحافل الدولية، لأن حتى بعض الفرق المسرحية نشطت خارج الوطن، خارج الوطن الجزائري. وسأحاول أقرأ بعض الشهادات خاصة ما قامت به فرقة مصطفى كاتب. عفوا، يقول مثلا في عرض مسرحية لمصطفى كاتب، يقول عمر البرناوي: وقد حضرت ذات مرة عرضا مسرحيا لهذه الفرقة بتونس، فشاهدت الجماهير التونسية داخل المسرح تبكي وتنحب بأصوات مرتفعة، مما يؤكد مدى نجاح هذه الفرقة في أداء مهمتها السياسية فنيا، وهو نفس النجاح الذي حققته في الصين والاتحاد السوفيتي. كما أيضا يقول مصطفى كاتب في نفس الشأن وفي نفس السياق: وكان التأثير يفوق التصور في يوغوسلافيا، وقدمنا 12 عرضا أو 13 عرضا، وكانت مفاجأة اليوغوسلافيين كبيرة، بل أننا رأينا النساء يبكين في القاع. يعني هنا عندما خاصة ما يسمى فرقة جبهة التحرير الوطني التي كان رائدها مصطفى كاتب، وكان يعني لم ينحصر فقط تقديم الأعمال المسرحية داخل الوطن، وإنما كان بعض الفرق تنشط عندما شدد عليها القمع والتضييق والزج ببعضهم في السجون أو غير ذلك لبعض الفنانين، فكان هناك يعني متنفس آخر في بعض الدول العربية الشقيقة، أو حتى كان التعريف بالثورة في بعض المهرجانات المسرحية مثل مهرجان موسكو الاتحاد السوفيتي أو غيرها. مثلا عندما تكلمنا على مسرح جثة المطوقة لكاتب ياسين للقضاء المنساكلي، أيضا عرضت كما قلنا ببلجيكا أو أيضا حتى بباريس لتجسد أحداث الجزائر ومعاناته جراء ما يمارسه الاستعمار الفرنسي. حتى ألخص ولا أطيل على الجميع، يعني حتى أسرد بعض الأعمال المسرحية التي كانت تمثل يعني حركة ثورية إبانة ثورة التحرير. عندنا مثلا مسرحية حنين إلى الجبل لصالح خلفي، عندنا مسرحية كما قلنا مصرع الطغاة لعبد الله الركيبي، وعندنا أيضا مسرحية نحو النور هي من تأليف وإخراج مصطفى كاتب، وعندنا مسرحية دم الأحرار لعبد الحليم رايس، وعندنا أيضا مسرحية أبناء القصبة لنفس الكاتب عبد الحليم رايس، وعندنا أيضا مسرحية الخالدون وغيرها من المسرحيات التي كلها مواضيعها كانت تدعو إلى التحرر وتصوير واقع الشعب الجزائري إبانة لفترة الاستعمار الفرنسي، والدعوة أو توعية الشعب من أجل القيام برفض
هذا الاستعمار داخل الوطن. وربما هذا في خلاصة حول كل المحطات نسميها المحطات الأساسية هي المسرح الجزائري إبان ثورة التحرير. ولو يعني كان متسع من الوقت كنا شرحنا يعني بعض المواضيع بهذه الأعمال المسرحية. رغم ذلك حتى لا نطيل على طلبتنا لأن أثقلنا عليهم في الجامعة وسنثقل عليهم هنا في هذا الفضاء. فمرة أخرى أشكركم على متابعتكم وعلى صبركم وعلى جلدكم، ونتمنى أنكم قد استفدتم بعض الشيء. وأحيل الكلمة أو أرجع الكلمة عفوا إلى أستاذ أخي الأخضر وشكرا. السلام عليكم. إذا نشكر الدكتور والبروفيسور بوعلامي باكي على هذه الورقة التي من خلالها حولنا في سماوات المسرح الجزائري ووقفنا على العديد من المحطات الهامة في تاريخ المسرح الجزائري نضالا ونصا وربحا كذلك. كما قلت يعني سابقا أن هذا البحث يعني وهذا الموضوع يعني يتسع يعني لا تسعه هذه السواعة يعني من الزمن، وهو موضوع شاسع وواسع وعميق ويحتاج لوقت كثير. نشكر الأستاذ شكرا وافيا، وأترك الكلمة لكم لمن لديه سؤال للأستاذ. أستاذ لدي سؤال. عرفنا بأن النضال السياسي ظهر قبل الثورة الجزائرية، ولكنه يؤثر كما نعلم. واحد المقولة قالوا كل حاجة اللي أخذت بالقوة تسترد بالقوة. هل المجال الدور الثقافي أو المسرح بصفة خاصة هل كانوا دور فعال من ناحية ما نقولش التوعية وإنما من ناحية تجنيد ولا كيف نقولوا المجاهدين ولا؟ شكرا أستاذ. أنا طالبة أبو فاضل، يوجد سؤال أريد أن أطرحه عليك. كيف كانت تكتب النصوص المسرحية أثناء الثورة؟ السلام عليكم، مرحبا. أستاذ أنا بغيت لو كان الأستاذ عطينا فكرة ولا لمحة على يعني الدور الكبير اللي لعبوه الشيوعيين يعني في مجال المسرح. عشان تبان لي بلي يعني هما اللي كانوا تقريبا عندهم دور كبير في انتاج هذا العمل المسرحي تاثرهم يعني بالاتحاد السوفيتي قديما ولا في روسيا، لان روسيا نعرف بلي عندها تاريخ كبير في المسرح. نتمنى لو كان عطيتنا لمحه فقط على الدور الكبير اللي لعبوه. شكرا. إذن شكرا على هذه الأسئلة وعلى هذا الاهتمام. نبدأ بالإجابة عن السؤال الأول وما الذي تفضل به الطالب الفاضل حول قضية الحركة الوطنية أو فشل الحركة الوطنية وضرورة قيام الثورة أو ما أخذ بالقوة يسترد بالقوة. وهل كان يعني المسرح دور فعال في تجنيد او في كذا؟ في الحقيقه احنا الان نتكلم عندما نتكلم عن المسرح كفن عنده نقول يحاول ان يوصل رساله، وهذه الرساله يعني سواء تحمل كما قلنا جانب التوعيه او جانب التوجيه او جانب التغيير او غيرها من هذه المسائل، فهو فن يقدم سواء يعني كتابة أو عرضا قولا وحركة من أجل إثارة ما يسمى لدى المتلقي اللي هو الجماهير الشعبية انفعالات. هذه الانفعالات تكون كردة فعل. يعني بعض الأحيان نشوفوا بعض في المسرح العالمي لا أتذكر ذلك، كانت عرض مسرحي كان سببا في قيام حرب بين دولتين، والله لا أتذكر هذا. عرض مسرحي لست أتذكر جيدا كان سببا في
قيام حرب بين دولتين. معناه هنا يعني المسرح أو فن المسرح هو أشد وقعا في رأيي أو في رأي بعض الباحثين أشد وقعا في توجيه مثلا يسمى الحركات الثقافية أو حتى النخب، نسميها النخب المثقفة، سواء في الجانب السياسي أو الإيديولوجي أو غير ذلك، أشد وقعا من الفنون الأخرى. وإحنا يعني كما يقول لك لسوء الحظ ما عثرنا عليه في هذه الفترة نصوص قليلة جدا، يعني أعمال مسرحية قليلة جدا لا تفي بالغلط الذي يعبر فعلا عن الحركة المسرحية في الجزائر أثناء أو إبان ثورة التحرير، إلا يعني لأن علاش كان هناك نوع من الرقابة الاستعمارية لهذا الفن أو على هذا الفن عفوا. وهذا ما جعل ربما البعض منهم يعني كما قلت يعني يمارس هذا النشاط خارج الوطن، أو يعني يحاول حتى أنه بعض الأحيان كان تطلب منهم الترخيص حتى يقيم هذا العرض. ولذلك كان كما نقول السبب الرئيس في ذلك هو مساعدة أو توجيه ما يسمى الحركة الثقافية من أجل توعية المجتمع الجزائري آنذاك بتلك الظروف في تلك البيئة التي كان يعيشها، من أجل رفض هذا الاستعمار. تبقى يعني أمر تجنيد أم غير ذلك، فهذه رسالة. هذه الرسالة لما تبث عبر عمل مسرحي في إطار فني، أنا لا أقول دعاية سياسية، أقول أن المسرح هو دعاية سياسية أو هو منبر لخطابات أو غيره. المسرح هو فن دائما فيه ما يسمى تلك القيم الجمالية والقيم الفنية والقيم الحضارية، ولكن عندما تعرض هذه المسرحية أمام جمهور إلا من خلال تلك الرسالة أو تلك الموضوع المعالج أو تلك الفكرة الإيديولوجية التي تكون في ذهن الكاتب ويريد أن يرسلها للمتلقي، هي التي تجعله كما يقول أحد إريك بيتلي على فنان المسرح أن يختار إما أن يكون ثائرا أو يكون مطية للطبقة الصاعدة أو للطبقات الصاعدة عفوا. ربما هذا يبقى نقاش آخر في ذلك. كيف كانت تكتب النصوص المسرحية أثناء الثورة؟ والله يعني السؤال الحقيقة كيف كانت تكتب النصوص؟ كما كانت تكتب يعني القصائد، كما كانت تكتب الأعمال يعني الأدبية والأعمال الأخرى، يعني أيضا كتبت النصوص. طريقة كتابة هذه النصوص، وهل هذه النصوص كانت يعني فعلا في مستوى ما يسمى الآن نسميه النص الدرامي. كان هناك يعني أناس أو مجموعة من المهتمين بفن المسرح، وحتى بعض الأحيان في مذكرات علال رحمه الله بشروق المسرح الجزائري يقول لك أن بعض الأحيان كان النص يرتجل، ونظرا يعني ما كانش هناك ما يسمى تكوين مسرحي في كتابة النصوص المسرحية، ما عدا بعض الكتاب يعني الكبار مثلا كاتب ياسين أو محمد بودية أو نور الدين عبا أو غيرهم الذين ربما كان له احتكاك في الغرب يعني فرنسا، واطلعوا على المسرح الفرنسي أو المسرح الغربي، ويعني حاولوا أن يكتبوا نصوصا درامية. أما بعض آخرين يعني كانوا يكتبون نصوصا يعني هي لخدمة ما يسمى أغراض إيديولوجية أو أغراض يعني سياسية، هي التي جعلتهم يعني يكتبوها كتابة سموها احنا مرحلية، سواء كانت كتابة آنية أو كتابة فورية أو ارتجالية أثناء العرض، إلا ما وصلنا من بعض النصوص. يعني احنا مطلوب يذكر بعض الباحثين يقول لك كان أكثر من 100 كاتب مسرحي وأكثر من يعني ريبرتوار من المسرحيات، ولكن لم يصلنا شيء، لأنها لم تطبع ولم تنشر، وما وصلنا إلا القليل منها. إذن ظروف الكتابة وظروف يعني نشر هذه النصوص
وطبعها وتبدأ تتشكل ما يسمى ليبات والمسرح الجزائري اللي ربما يعين نحن كباحثين أو يعين طلبة المهتم بالدارسين أو غير ذلك. فهنا تبقى مسألة كيف يسموها احنا الآن في مشاكل المسرح الجزائري بأزمة الكتابة المسرحية في الجزائر. السؤال الأخير دور الشيوعيين. دور الشيوعيين، نعم. والله هو المسرح في حد ذاته فن الإنسان، ولكن في مرحلة من المراحل تبنى إيديولوجيا معينة، اللي سميتها أنا في البداية التدخلي ما يسمى المسرح النضالي أو المسرح البروليطاري أو المسرح الملحمي، الذي يعني تبنى ما يسمى الإيديولوجيا ذلك إيديولوجيا الاشتراكية. جل الفنانين جل رواد المسرح الجزائري خاصة في الخمسينيات والستينيات إلا وتكونوا في الاتحاد السوفيتي. وعندما تكون الاتحاد السوفيتي جاءوا يعني نفس الايديولوجيا اللي يسموها الايديولوجيا الاشتراكيه او الايديولوجيا الحزب الشيوعي، وحاولوا ما نقتصرش غير في المسرح، ربما حتى في اعمال ادبيه اخرى وسيخبر يعني يمكن ان فلذلك يعني وانا اسمح لي في هذه المساله بالذات كان ازدهار المسرح عن طريق هؤلاء، ازدهار وتطور حركه المسرح عن طريق هؤلاء يعني الشيء الايجابي صراحه، يعني هذا لا ينكره احد. يعني عندما كانوا هؤلاء وحاولوا ان فعلا ان يتبنوا هذا الفكر او يعني كانت هناك حركه ثقافيه وحركه مسرحيه مزدهره، وهذه ربما اين برزت اكثر فاكثر برزت بعد الاستقلال يعني في مرحله الستينيات او حتى السبعينيات والثمانينات، يعني بدات هذا الحركه يعني نمشيو عليها فقط يعني من ما القابعه الاولى او عبد الرحمن كافي او حتى كان قبله كاتب ياسين او يعني الذين حاولوا فعلا ان يتبنوا هذا الفكر و يعني نشطوا ما يسمى حركه مسرحيه في هذه المرحله. شكرا. إذا كان فيه سؤال تفضل. شكرا أستاذ. المسرح الثوري في وقت الثورة أثناء الثورة كان تقريبا كان وسيلة من وسائل محاربة الاستعمار، يعني كان رسائل يوصلها الاستعمار، كان حضور غفير للناس تتغطى بهذيك الأفكار تاع المقاومة باش تقاوم العدو الفرنسي. أستاذ مدى تأثير هذيك الأفكار اللي زرعها المسرح في هذاك الوقت على الثوريين اللي أصبحوا سياسيين الآن؟ يعني تقريبا لما أغلب السياسيين كانوا ثوار يا كانوا يعني يكونوا حضروا المسرح الثوري الآن، لكن لما دخلوا يعني المناصب السياسية ما مش تأثروا بالأفكار يعني المنهجية اللي كانت في هذاك الوقت. ما عاود صيغ السؤال ما فهمتش يعني أستاذ المسرح الثوري كان يعني وسيلة من وسائل الاستعمار. نعم الاستعمار في هذاك الوقت يعني كان حضور كبير، كان كاين افكار يغضوا بها يعني الحضور اللي هو يعني سواء المواطنين ولا يعني المجاهدين في هذاك الوقت. الافكار اللي كانوا يمدوها في هذاك الوقت يعني والرسائل اللي كانوا يحبوا يوصلوها للاستعمار، ماذا تاثر هذيك الرسائل اللي كانوا يمدوها؟ مدى تاثر السياسيين الجزائريين الحاليين اللي كانوا ثوار في هذاك الوقت وكانوا يحرروا المسرح في هذاك الوقت يعني بالاعمال الفنيه والرسائل يعني اللي وصلوها لهم الممثلين في هذاك الوقت؟ نشكر طالب الباس على هذا السؤال، وقبله ربما طرح الطالب قبله إشكالية نشوفها وأشكره على ذلك جزيل الشكر. يعني فقد أجاب عنها ربما أستاذ ربعي مشكور على حضوره بيننا به. فقضية الرقابة ما الرقابة يعني هذه مسألة
ربما الفن دائما يدعو إلى التحرر، يدعو إلى التحرر، وهذا التحرر هو نوع من سمينا احنا حرية الإبداع. كان مثلا حرية الإعلام في الصحافة وذلك، يعني في الفن على مستوى الفن هناك حرية الإبداع، وحرية الإبداع هذه في الحقيقة تزدهر وتنمو عندما تكون يسمى ازدهار يسمى ديمقراطية سياسية في أي وإحنا كيسمينا بعض الأحيان قلنا هذا المسرح هو عنوان للرقي الحضاري عند أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية. فأنا بطبيعة الحال أقيس هذا على أي أمم إذا وجدت أن هناك فعلا نوع من الوعي الحضاري ونوع من الرقي الحضاري، فهذا ينعكس مباشرة سواء على مجالاتها الفكرية أو الأدبية أو الفنية، والعكس صحيح. هذا يعني إذا كان دخلنا في هذا مسألة طالب دباس، قضية يعني هل تأثر يعني هؤلاء بتلك الأفكار التي كانت يعني من خلال أعمال مسرحية تدعو إلى التوعية، تدعو إلى التوجيه، تدعو إلى رفض، تدعو إلى التغيير أو غير ذلك. نظن التاريخ هو تاريخ ماذا؟ هو المرآة العاكسة أو هو ذاكرة هذا الشعوب. وإحنا إذا كان يعني صنفنا هذا المسرح يسموه إحنا الآن المسرح الثوري، ولو أننا أضع علامة استفهام حول هذا المصطلح، أو المسرح في الجزائر في أثناء ثورة التحرير أو إبانة ثورة التحرير، فتبقى أن هذه الأعمال بالنسبة لنا أعمال مسرحية، رغم كانت على مستوى الأعمال المسرحية تبقى أنا يعني ذاكرة، أنا راسخة في الذاكرة في الريبرتوار المسرح الجزائري كأعمال مسرحية ثورية. إذن فمدى تأثيرها على رجل السياسة أو على المثقف أو على ذلك، كيف ينظر إلى هذه الذاكرة؟ إذا كان ينظر إليها، إذا كان ينظر إليها يعني كذاكرة أمجاد وذاكرة أبطال، فيكون في مستوى ذلك، وإذا كان ينظر لها العكس من ذلك فيكون أيضا العكس من ذلك. وهذا ربما أنا في رأيي ليس فقط في باب فن المسرح، وإنما حتى الآن عندما نتغنى بالتاريخ ونتغنى بأمجاد التاريخ، لا هم صنعوا فعلا، وكانوا يعني يعني صنعوا لنا هذا المجد لهذا الوطن في هذا يعني الأرض الطاهرة التي نحيا يعني فيها اليوم. فماذا نصنع نحن؟ ماذا نصنع؟ هل نبقى دائما نتغنى بهذه الأمجاد؟ إذن فهذه ربما عبارة عن رسالة التي ربما أشار إليها، يعني هل هؤلاء الذين كما قال في تلك الأفكار أو تلك الرسائل أو غير ذلك، هل هي كذاكرة داخلة في الريبرتوار المسرحي الجزائري؟ هل كيف ننظر إليها اليوم؟ إذا كانت يعني تصنع لنا مجد في خاصة في صيغة هذا الفن وتأثيره ما يسمى على المستقبل، على الحاضر والمستقبل، فهو يبقى يعني دائما عنوان للتحرر والانعتاق بأي شكل من الأشكال، اللي هو قيود سواء كانت قيود اجتماعية أو قيود سياسية أو ثقافية أو غير ذلك. أما إننا إذا يعني كنا يعني كما قلت يعني نظرنا لها بنظرة أخرى اللي هي دونها، فنبقى دائما في نفس المسألة وفي نفس المنهج. وشكرا. إذا نكتفي بهذا القدر، ونشكر الدكتور والبروفيسور ميباكي بوعلام على هذه المداخلة القيمة والتي هي مهمة كذلك بالنسبة للطلاب خاصة طلاب المسرح. أشكر هذا الحضور المميز والمتميز، أشكر كذلك الأساتذة أصدقائنا اللي نعتبر يعني الوجود تاعهم تزكية لمثل هذه النشاطات إن شاء الله لتتواصل يعني لاحقا إن شاء الله. أشكر كذلك كل من هندس لهذا اللقاء، خاصة عمال والطاقم الفني والإداري للمسرح الجهوي صراط بومدين، ونعدكم بنشاطات أخرى إن شاء الله في الأيام القادمة، وعلى المحبة نلتقي دائما. شكرا.